يعني ما معنى هذا الكلام؟ لن يخلقوا ذبابة. خلي بالك. طيب خلوا بالكم، صالة كبيرة، صالة كبيرة فيها البرعي وفيها الكباش وفيها المكاش وفيها الحسين وفيها البدوي. كلهم ديل لو قاعدين في صالة، لو قاعدين في صالة البرعي والمكاش والكباش، قمنا قلنا للبرعي تخلق راس الضبانة، وللكباش جنحين الضبانة، وللمكاش كرعين الضبانة. ديل كلهم لو اجتمعوا عشان يخلقوا ذبابة يقدروا؟ كده أجيب يا أخوان، يقدروا؟ الله قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا، أكملوا، لن يخلقوا ذبابة ولو اجتمعوا له. يعني لو في اجتماع لكل السحرة والدجالين ولكل المشعوذين ولكل الأولياء المزعومين زورا وبهتانا وكذبا، كلهم لو اجتمعوا عشان يخلقوا لهم ضبانا، الله قال لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وبعد ذلك جاب تحدي ولا لا؟ الله قال وإن يسلبهم الذباب إيش؟ شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدر. يا إخوان أنا أنبه أثناء الدرس، لو تكلم 20,000 زي ده لا تجيبوا عليه، ما تجيبوا، ليه؟ عشان ما يشوش علينا الدرس. وفي نوع نسأل الله لنا وله الهداية زي ده، نسأل الله لنا وله الهداية. والله لا نسبه ولا نشتمه ولا نسيء إليه، لأنه في نوع ربنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. حسي لو قلنا يا سيدي البرعي أبشر، يا الكباش أبشر، يا بقرون من العيون أبشر، يا ود بدر من الفقر أبشر، يا ود عويس القلب الغنماتيز أبشر، يا ود حسون من المدفون أبشر، يا شيخ الصدقاف الأسرع أبشر. طيب الله براو يقول لك الله براو كده يا اخوانا. الكلام ده ربنا بينه في القرآن، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وفي سورة الإسراء شوف ربنا قال شنو؟ دي الآية 45 من سورة الزمر، وأديك الآية 46 من سورة الإسراء. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأديك الآية 73 من سورة الحج، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا زول امشي العب بعيد هناك، امشي العب بعيد. والله نحن نكتفك بالأدلة وبالنصوص، ما بنشتمك ولا بنسيء لك ولا بنقول لك تحج جزمتنا ولا بنقول لك يا وسخ، نقول نسأل الله لنا ولك الهداية. لكن تطول الكلام بنضربك بالأدلة كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمقه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والله سبحانه وتعالى يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ابن عباس قال باللغة الحبشية القصر هو الأسد، كده فرت من قسورة. كلما سمعوا الكلام عن التوحيد يتعبوا من جوا، كما قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام، ونسأل الله يهدينا ويهديك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا. انت مضايق مالك يا أخي؟ اللي بيخلي صدرك يضيق شنو؟ الله قال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم
وهو وليهم بما كانوا يعملون. عشان كده يا اخواننا خلوا بالكم، انا اقول خلوا بالكم يا ايها الناس، يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. انتم معاي؟ اللي قال لن يخلقوا ذبابا انا ولا رب العالمين؟ جزاك الله خير، ده من عدلك ومن انصافك. والله يا اخوان هذا الشاب الان مش يتكلم، نسأل الله يهدينا ويهديه. اول شيء يهدينا نحن ويهديه، لانه مسكين لو فهم القرآن والله ما يعمل كده. لكن شوفوا كلام الله خطاب للجميع كما قال الامام السعدي: يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله مالهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. عشان كده انا الوصية الاخيرة ولعلي بها اختم، الوصية الاخيرة خلوا بالكم يا اخواننا، نحن كل يوم جمعة خلوا بالكم بعد صلاة العصر نأتي إلى هذا المكان، نأتي إلى هذا المكان من أجل شيء واحد. نحن خلوا بالكم يا اخوان، خلوا بالكم يا اخوان، كده أسألكم بالله لحظة يا اخوان، يا اخوان اتركوا هذا الشاب، اتركوا، والله ما دارين معاك مناظرة يا اخي، اعتبرنا مغلوبين 3-0 يا اخي، يا اخي مغلوبين نحن، ما دارين معاك مناظرة يا اخي، نحن نريد لنا ولك الهداية. مسكين يا اخي، مناظرة شنو؟ انتوا عارفين نحن جايين لهنا ليه؟ والله ما في زول كتب لنا خطاب ولا في زول قدم لنا دعوة، والله جيتنا هنا نبتغي بها وجه الله عشان نلتقي بهذه الوجوه الطيبة. والله والله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لأنه الآن زي ده في نوع، الآن في دعاة في الساحة موجودين دايرين فرصة في زي ده والله عشان يسيئوا ويشتموا ويسبوا، لكن نحن والله نسأل لك ربنا الهداية، ما عندنا معك شيء. لكن وصيتي الأخيرة، وصيتي الأخيرة يا إخوة، نحن إن شاء الله تعالى كل يوم جيبوا كل يوم جمعة بعد صلاة العصر نلتقي في هذا المكان، كل يوم جمعة بعد صلاة العصر نلتقي في هذا المكان نتدارس في هذا المكان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشركم ما حنطلع على مش يجينا زي ده، لو جو 20 زي ده 20 زي ما حنطلع من الخط. ليه؟ ولا حنسيء لأحد احتراما لكم انتم. والآن والله أقول لكم صراحة، الآن في دعاة موجودين في الساحة ينتسبوا إلى الدعوة السلفية، شوهوا صورة الدعوة، انتهوا من صورة الدعوة بالأسلوب السيء وبالشتم وبالسب وبالألفاظ القبيحة. في ناس كده، نحن والله الشيء الخربون ناس مزمل الفقيري وناس أبو بكر أداب وشهاب عوض حيكلفنا كثير، حيكلفنا كثير، لا بد أن نصبر على الناس، لأنه في النهاية نحن دعاة نريد الخير للناس نصبر عليه. أنا ما داري يا إخواننا إساءة للشخص من برا يتكلم نظم، أنا عندي أسلوبي اللي بعرف، زول رفع صوته هنا قال أوك أنا بزيد هنا ده، لأنه عشان صوت أدمره لك هناك ما حيتسمع. لكن لو اثنين ناقشوه ديل ناقشوه ديل ناقشوه حتخربوا علينا الحلقة. عشان كده هدفنا من هذه الحلقات إنه نبين الحق للناس، والواقع في الباطل والله بكل صدق نسأل له ربنا الهداية. والله يا أخي نحن دعاة يا أخي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هدفنا نوديه جهنم؟ والله الجنة لو بيدي أنا أي مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أدخله فيها. زي ده نحن نسأل له الهداية يا إخوان، ما نصير الناس فيه مسكين والله، لأنه جهل القرآن جهل كلام الله. وانا قلت لكم الان في ساحة، في الساحة الدعوية في شباب موجودين الان والله يبزقوا ليك وتحت جزمتي ويا وسخ واجغمك لما سروالك يقع يسمعوك كلام فارغ، لكن ده ما بيقدم الدعوة بشيء ولا بيشبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. والله يومنا النجي خلوا بالكم تطلع مننا كلمة فيها قلة ادب وقفونا طوال، قول يا شيخ اتق الله، اقول لك جزاك الله خيرا،
عشان كده ما تتخيلوا يا اخوان لما نجي هنا نحن نركز على القرآن، وما في مانع نضرب الباطل بقوة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. نضرب الباطل لكن بأدب. ما من حقي اقول لك تف على وشك وانت تحت جزمتي وعامل وشك زي كاكو حليمه. يا اخي الله اللي خلقك، خلقة الله دي انا ما عندي معاه قضيه، ولا كيف يا اخوان؟ ها انا اريد لك الخير. اقول لك اذا اردت ان تدعو ادعو الله. البرع ولي، هاي انت ذاتك ان شاء الله تبقى ولي، وفي حين انه هو ساحر. السيد الحسن ولي، ايوه ان شاء الله انت ذاتك تبقى ولي، لانه الولايه عندنا في السودان بالوراثه. يا أخي كل مؤمن حقق التوحيد، كل مؤمن اتقى الشرك، هذا ولي من أولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا أي حققوا التوحيد، وكانوا يتقون أي كانوا يتقون الشرك. يعني عمنا ده، تعال يا عم، لو حقق التوحيد، حقق التوحيد واتقى الشرك وصلى صلواته الخمس، وصل أرحام، بر والديه، أحسن لجاره، التزم الطاعة، نحسبه ولي من أولياء الله. نقول نحسبه، ولا كيف يا أخوان؟ فنسأل الله كلنا، كل من حضر هذا المجلس، أسأل الله يجعلنا من أولياء الله الصالحين. لأنه هنا عندنا السودان الولاية بالوراثة. أبوك ولي، أيوة، مات الأب يركب الولد ولو قاعد يشرب شيشة، يجيبوا من القهوة يركبوا محل أبوه. البعد مات يركب البعد. يعني انت لو خليفة في الطريقة الختمية، خليفة 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 لما انت تموت وما يرقوك. لكن الولي فلان مات يركب الولد ولو كان